صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وان شاء الله كلكم بخير ومرتاحين. ايش قد حلو من انت ضايج وما نايم تسمع كلام حلو من الصبح. اكو ناس حلوين يشوفون الستوري، يعني هو اجمل شيء من الناس انت تتمناهم يدخلون على الستوري حتى يشوفونها وترفع على الستوري تلقاهم يشاهدون القصة. عليكم السلام. هلا وعين هلا. طبعا وهاي صار على مدار الاسبوع انه ما اعرف اتريق واتصدق اذا مو حسن وقال يا اخي النفسية ترتاح لك، ما ادري ليش. طيب بس ايش بيك بس. سؤال شباب، اول ما تقعدون من النوم اكيد تلزمون التليفون تفتحون يا برنامج، واول شخص انه اكيد راح تطبون على محادثة شخص تشوفونه داز رسالة او لا. منو هذا الشخص؟ احكوا لي. انا اول ما اقعد من النوم ادخل على يوتيوب، بالبداية اشوفهم لا الشاقة ما ادري انه بيرفعون علي قضية، والله حتى غير يشوفون الستوري ويرفعون علي قضية. وبعدين ادخل على انستغرام اشوف المتابعين الحلوين، اشوف الناس اللي احبهم شنو كاتبين لي. حسن حبيبي شنو تحب تتريق؟ باكر على باكر من الصبح. والله ترى اكو ناس يتريقون باكر عادي. والله انا شايف. انا شايف انت ماكل مو لا والقران ابد ما ماكل. شباب تحبون الباكر الصبح؟ باي ساعة تقعدون؟ باي ساعة تنامون؟ وين تنامون؟ والله يا اخي احب شباب والله العظيم، يعني انصحكم انه لا تسهرون، يعني احلى شيء قعدة الصبح يا اخي. اجواء كلش حلوه، تسمع صوت البلابل، تسمع كلام حلو من الصبح، تقعد انت مرتاح، تقعد للتصوير، تقعد للافكار، تقعد للشغل اي وصلت فكرك. اي والله. يا هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ والجو الهدوء والهواء بدا يتغير، يعني صار الجو بارد، وقاعد وحدي بالحديقة الساعة 2:30 بالليل. ماكو احد، منو يجي؟ سويته والله. ليش؟ لا خرب عنا قبل شوي صار. اي هلا اكثر بيت وسخ فهو بيتنا. هذا بيتنا الوسخ وانا افتخر ببيتنا. شوف هالوساخة. قوم عدلها قوم. وهذا طبعا واجد تجينا رسائل انه شو وقت ترجعون للافلام القصيرة وشنو راح تسوون بال8 مليون لما توصلون. طبعا هالمرة مو بس حفلة او فيديو نحتفل ونرقص والامور، لا هالمرة راح يكون غير شيء ان شاء الله، ودا احضر له ودا اشتغل من هسه. بس انا ما اريد انه انزل ستوريات ولا اشوف اي شيء، لانه بصراحة اكيد المفاجأة كلها راح تحترق وكل شيء راح يخرب، فانا يعني قليل كلش انزل شيء يصير ما يصير وياي بالانستغرام. اما بخصوص الافلام القصيرة ف بصراحة هسه انه انا مو جاهز لها نهائيا، يحتاج بعد فترة، بس راجع لها باذن الله، راجع لها رجعة قوية ان شاء الله. شوف، هو انا قلت وكتبت انه نحكي بمواضيع مهمة، يعني استفاد منكم، تستفادون مني، والناس اللي تشاهد تستفاد. وهذا خوش موضوع، انا محبك. قريبا يعني مباشرة جزء احتمال يجوز هذا الستوري اللي ورا راح تشوفوني انا بغير مكان وبغير دولة. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، ورغم كل الظروف ورغم كل التعب ورغم كل شيء اللي دا يصير ويانا، بس ان شاء الله نقدم لكم الافضل ومستمرين نحو الافضل. تحياتي لكم. اوكي، بس شنو انت تريد تروح هناك يعني تستقر، لو تروح سفرة، لو شنو عندك 4 ملايين حبيبي تعال نسافر انا وياك. لا اوكي والله، وين يعني تريد تروح هناك تستقر بغير دولة، لو تريد
صاحب الفضل علي الأول باليوتيوب، وصاحب الجميل والمواقف الحلوة اللي ساعدني من متابع واحد لحد ما راح أوصل 8 مليون. فهم هذول الشخصين اللي بالتاك، محمد وزينة، تحياتي لهم. أكيد أول ناس ببالي فهم المتابعين، يعني مثل ما سويت لهم أغنية مشتركين وحطيت لهم صورهم هنا ببيتي وبكل لو خيروك خابر شخص، فأكيد ما ناسيهم أنا وعلى بالي دائما. أرباح اليوتيوب شو تسوي هسه؟ تروح تدخل على اليوتيوب وتكتب قد أرباح اليوتيوب بالعراق، فهنا راح تعرف النتيجة وراح تعرف كل شيء. واكتب أرباح اليوتيوب بغير دولة، أي دولة تجي ببالك.